بتحب التاريخ والغموض وعاوز تعرف ازاي الفراعنة كانوا ملوك السحر والحماية، دوس فولو ولايك علشان الحكاية دي هتخضك. في زمان بعيد لما كانت مصر بتتحكم في نص العالم وكان الفرعون كلمته فوق أي قانون، كانوا الكهنة في المعابد مش بس رجال دين، دول كانوا سحارة بمعنى الكلمة. كان في أنواع سحر كتير، سحر الشفاء، سحر القتل، سحر التحكم في الأرواح، لكن أخطرهم كان سحر الحماية، سحر بيعتمد على قوة خفية وتعاويذ متوارثة مش أي حد يعرفها. في واحد من أكتر المعابد سرية في طيبة كان في كاهن اسمه نفرحوتب، مشهور بين الكهنة إنه بيكلم الأرواح وبيعرف يكتب تعاويذ مش موجودة في أي بردية. الفرعون أوسركا خاف على نفسه بعد الموت وطلب من نفرحوتب يعمل له أقوى تعويذة حماية في تاريخ مصر. نفرحوتب دخل قدس الأقداس، قفل على نفسه 40 يوما، لا أكل ولا نوم، بس بخور وتراتيل. وفي آخر يوم حصل اللي ما يتصدقش. دوس فولو لايك لو لسه مكمل معايا، لأن اللي جاي مرعب. ظهر له كيان من الدنيا التانية مخلوق من نار وذهب، ووافق يحرس مقبرة الفرعون بشرط واحد: محدش يكسر التعويذة واللي هينتقم في الدنيا والآخرة. نفرحوتب حبسه جوه تمثال صغير من حجر أسود اسمه الأوبسيديان، وخباه وراه جدار في المقبرة ونقش عليه: اللي يلمسني ينام والكوابيس تصحى. المقبرة فضلت مقفولة آلاف السنين لحد ما جت سنة 1922 ودخل هوارد كارتر مقبرة توت عنخ آمون. من ساعتها والناس بتموت بطرق غريبة، حد يقولك عدوى، حد تاني يقولك لعنة، بس في بردية تتقال إنها ظهرت بتقول في تماثيل بتحرس وتماثيل بتنتقم. تفتكر كم تمثال لسه صاحي مستني اللي يزعله؟ لو عايز تعرف باقي الحكايات الغامضة عن السحر الفرعوني، دوس فولو لايك علشان اللي جاي أخطر.